السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم المطبخ البلدي مع ام احمد. النهاردة ان شاء الله كده هعمل معاكم البيتزا بطريقة جميلة جدا ان شاء الله وهتعجبكم. لكل حبايبي المبتدئين البيتزا بتاعتنا النهاردة ان شاء الله هعملها بحاجتين، هعملها بالبسطرمة وهعملها بالصدق. طبعا انتوا حابين تعملوها بأي حاجة تانية انتوا براحتكم، هتكون سهلة عليكم ان شاء الله. وهعملها لكم من الالف للياء، طبعا من العجينه لحد الحشوه بتاعتنا والخلطه كلها، وتعالوا اقول لكم هنعملها مع بعض ازاي. انا معايا هنا حبايبي دلوقتي معايا نص كيلو دقيق، معايا معلقه كبيره لبن بودر، معايا معلقه كبيره خميره فوريه، معايا معلقه سكر، معايا معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه صغيره زعتر، معايا كوبايه الميه بتاعتي بنحطها على حسب بقى العجينه بتاعتك ما تعمل معاكي. معايا هنا 3 معالق من الزيت، 3 معالق كبار. طبعا نص معلقه ملح. زي ما انتوا شايفين كده هنعجن العجينه كويس على حسب ما تاخد ميه معاكي كويسه. العجينه بتاعتي اهي انا عجنتها كويس، طبعا شربتها الميه بتاعتها وعجنتها كويس، خليتها طريه في ايديا، بتبقى طريه بتبقى جميله جدا. ومعايا هنا الخلطة بتاعتي عبارة عن بصل وصدق وطبعا البهارات بتاعتنا وفلفل. انا عملت بقى كمية الخلطة ديت اللي انا هعمل بيها الصدق اللي انا هعمل بيه البيتزا بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده انا معايا الصدق بتاعي مخرطاه، مقطعاه، مخرطه طماطم وبصل وفلفل الوان على زي ما تحبي. ما عندكيش فلفل الوان مفيهاش حاجه، لو عملت فلفل اخضر. البهارات بتاعتي حطيت فلفل اسمر وملح، ما حطيتش اكتر من كده. وكده خلصت الخلطه بتاعه الصدق بتاعتي عبال العجينه بتاعتي ما خمرت. زي ما انتوا شايفين كده العجينه ما شاء الله عليها اختمرت معايا وبقت جميله جدا. بصوا بقت هشه وجميله ازاي، هشه وطريه جدا، فعلا كانت تحفه. البيتزا بتاعتنا كانت لذيذه جدا وما خدتش مني وقت. زي ما انتم شايفين انا قرصت كده العجينه بتاعتي، مسكتها قطعتها على حسب بقى الكميه اللي انت عايزاها او المقاس، او على حسب الصينيه بتاعتك. انا عندي الصينيه بتاعتي حطيت فيها كده زي معلقه زيت، وحطيت بقى حته العجينه بتاعتي على قد الصينيه. عايزه تعملي على صينيه، على رخامه، على ترابيزه تبططي عليها انت براحتك، بس انا حبيت يعني ايه اسهلها لكم خالص. وزي ما انتوا شايفين كده البيتزا بتاعتي انا بططتها، وبتسيبيها شويه ترتفع معاكي، يعني تسيبيها زي نص ساعه كده ترتفع معاكي، يعني تقب كده شويه تبقى عاليه. وبعد كده تبتدي بقى تحط الخلطه بتاعتها. الصلصه دي حبايبي انا طبعا كان عندي بتعملي الصلصه بتاعت البيتزا ازاي؟ طبعا انا عملتها معاكم قبل كده وهبقى انزل لكم اللينك بتاعها ان شاء الله. الصلصه ديت ممكن بتحطي الطماطم في حله، بتغسلي الطماطم كويس تحطيها في حله، وتحطي معاها فصين توم، بتحطي بصلايه، بتحطي بهارات تضربيها في الخلاط، وتيجي ماسكاها طبعا تسلقيها، وبعد كده تحطيها في الخلاط تضربيها تبقى كده جاهزه معاكي. زي ما انتم شايفين انا عاملاها بالبسطرمه طبعا. عملت بسطرمه وعملت صدق، فانا حبيت اوريكم. بصوا انا بحط الصلصه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده على الصدق، على البيتزا بتاعتي. عملت كده واحده بسطرمه وواحده صدق. البسطرمه بتفرديها طبعا على حسب برضو الكميه اللي انت عايزه تحطيها. عندك اي حاجه بقى تانية، عندك فراخ، عندك عصاج لحمه بتعمليه، يعني لحمه مفرومه متعصجه، فراخ بقى متقطعه ممكن تعمليها برضو تشوحيها كده. طبعا انا شوحت الصدق بتاعي وسويته زي ما انتم شايفين كده. بتشوحي الصدق كويس على النار عشان خاطر يبقى مستوي معاكم. بصوا البيتزا بتاعتي طالعه خطيره فعلا والله، كانت جميله وحاجه نضيفه من البيت. عندي طبعا الموتزاريلا، حطيت لها موتزاريلا. بيبقى اهم حاجه نوع الموتزاريلا بتاعك، لو انت حاطاه في الفريزر طلعيه قبلها بشويه عشان خاطر يبقى فيه المطه اللي انت شايفاها ديت. هو كان عندي صراحه وانا طلعته. بصوا يعني كانت حاجه كده تحفه. بصوا ما شاء الله عليها والسوا بتاعها. وما خدتش معايا طبعا. بنحطها في الفرن، بنولع الفرن نحطها في الرف الوسطاني، بنولع الفرن على درجة حرارة 180. اول ما تلاقيها لونت معاكي من تحت ممكن تولعي الشواية من فوق، تاخد معاكي لون وتطلعيها. البيتزا بتاعتي زي ما انتوا شايفينها كده طريقتها سهله جدا وبسيطه وحاجه نضيفه من البيت، ما نشتريش حاجه من بره والله، ومش مكلفه. بقولك باي حاجه ممكن تعمليها بالصلصه وخضار وتبقى جاهزه كده معاكي وتبقى جميله ما شاء الله. طبعا انا بعد ما حطيت الخلطه بتاعتي بتحطي البيتزا على الوش وتحطيها في فرن البوتاجاز
بتحطيها في فرن البوتاجاز زي ما انتم شايفين. الكميه بتاعتي بصوا كانت حاجه تحفه كده، والسوا بتاعها كان جميل قوي، وكانت متحمره من تحت وجميله قوي من فوق. بص التحمير بتاعها جميل ازاي، وكانت جميله جدا فعلا والله، وكانت هشه جدا. وزي ما انتم شايفين كده البيتزا بتاعتي حاجه كده تحفه والله، ما خدتش مني وقت. يعني انا زي ما قلت لكم نص كيلو دقيق، ما اخدش مني اي حاجه وخلص يعني. وما كلفتنيش كتير. بتجيبي صدق وتجيبي بسطرمه، عايزه تعملها بالبسطرمه بس ماشي، على حسب بقى انت بتحبي تحطي الحشوه بتاعتك قد ايه. انا الحشوه بتاعتي عملت بيها عملت صدق وعملت بسطرمه، كانت سهله جدا. وطبعا الفرن زي ما قلت لكم في الرف الوسطاني على درجه حراره 180. ويا رب يعجبكم الفيديو.